جمعية البركة العمل الخيري والإنساني الوطنية تأسست 11 ديسمبر 2015 تحت رقم 67/2015 من قبل وزارة الداخلية والجماعات المحلية، وهي تنشط على المستوى الوطني، وحتى الآن تأسس حوالي 30 مكتب ولائي لهذه الجمعية الفتية، وهي تتكفل بالمعوزين والأيتام والأرامل، وكذلك إغاثة الشعوب المستضعفة كالشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي وكذا الشعب الروهنجي وغيرها من الشعوب الإسلامية والعربية المحتاجة والفقيرة. تقع دولة ميانمار في آسيا، في جنوب شرق آسيا، عدد سكانها 55 مليون نسمة، بما فيهم المسلمون في إقليم أراكان الذي تقطنه الأقلية المسلمة التي تحتوي على 4 مليون نسمة تقريبا في هذا الإقليم، وهي مسلمة 100%، والتي اعتدي عنها من قبل البوذيون، وهم يريدونهم الآن أن يهاجروا ويخرجوا من هذه المنطقة. وهذه المنطقة معروفة بعراقة إسلامها، حيث كان الإسلام فيها ما يقارب من 350 سنة، والدول الإسلامية قائمة هناك، ولذلك نحن من هذا المبدأ انطلقنا في إغاثة هؤلاء الإخوة من الروهينجا. الحقيقة جاءت الفكرة من خلال ما رأيناه وسمعناه من مناشدات ومنادات من قبل إخواننا الروهينجا المظلومين المضطهدين المعذبون في الأرض، فجاءت فكرة أننا نقيم لهم قافلة إغاثية لكي نخفف على الأقل من هذه المصاعب والمتاعب التي يعيشونها، ونسقي العطشان والجائع وكذلك المريض نعالجه. فكانت هذه معروفة من أصالة الشعب الجزائري والشعب السوفي بالذات، فحقيقة هبينا هبة رجل واحد وانطلقنا من فكرة إلى تجسيدها على أرض الواقع. بفضل الله هذه القافلة وجدت كل تسهيلات من قبل السلطات المحلية والسلطات البنغالية. أيضا تم استقبالنا استقبال رسمي هناك في قاعة كبار الضيوف، ورفعنا العلم الجزائري من مطار بنغلاديش، واتجهنا بعد ذلك إلى إخواننا المهجرين، لأنه في الحقيقة كانت القافلة والعلم الجزائري الذي يرفرف في سماء بنغلاديش كان شعار الجميع، وكان الجميع تعاون معنا، لأن أول مرة الكثير منهم يروا علم البلد، بلد 1.5 مليون شهيد، وهذا اللي زاد نحن قوة ودفعة في أننا نواصل المسيرة، لأن التسهيلات التي وجدناها تركتنا أيضا نحاول أن نفكر في قوافل أخرى، وهذه القافلة القادمة ما هي إلا أيضا عربون عن هذه التسهيلات اللي وجدناها محليا وخارجيا. الوفد الجزائري كان يتمثل في 5 أفراد، اللي كان رئيس المكتب الوطني رئيس الجمعية الشيخ أحمد الإبراهيمي، وكذلك النائب يوسف عجيسة وهو مدير مكتب البركة في قسنطينة، الأخ شناف بوزيد أيضا مدير مكتب بسكرة، أيضا بن خليفة عبد الوهاب المتحدث مدير مكتب ولاية الواد، وكذلك فاروق مداح من مكتب البوليدة. وكان أيضا نحن نسقنا مع اتحاد الجمعيات الروهانجية الموجود في أرض الواقع هناك، والذي قدم لنا كثير من التسهيلات، وقد نسقنا مع بعض المؤسسات العاملة الأخرى في الوطن العربي. لكن مما يذكر ويثلج الصدر أن الوفد الجزائري أكبر الوفود التي شاركت معنا، وهو كان أيضا الوحيد الذي يمتلك العلم ومثل الجزائر أحسن تمثيل، وكان خير سفير للشعب الجزائري وللسلطات الجزائرية. المساعدات التي قدمت حقيقة من تبرعات محسنين في هذا البلد العريق الجزائر، كانت عبارة عن سلة غذائية، وكذلك ألبسة، وحفر بعض الآبار، والتبرع لبعض المشروعات كالمدارس والمساجد التي هي في حاجة ماسة إلى تبرعات. والحقيقة الآبار كنا قد غطينا عدد لا بأس به من الآبار، ونتمنى أن نجد أيضا جزء آخر لنكمل، لأنهم في حاجة ماسة إلى شربة ماء، وإلى قطرة دواء، وإلى لقمة عيش، وإلى قطعة كساء. نهيب بإخواننا المحسنين وإخواننا أصحاب الأيادي والقلوب الرحيمة أن يساهموا معنا في جمعية البركة لإغاثة هؤلاء.
لأن الله سبحانه وتعالى لا شك أنه سيسألنا عنهم يوم القيامة، يوم لا ينفع ندم. والحقيقة نحن الآن كما ذكرت نجهز للقافلة الجديدة، نتمنى أن نجد من يساهم معنا في حفر الآبار وفي بناء بعض المساجد والمدارس، وكذلك في الكساء والغطاء والمأكل والملبس والعلاج. نتمنى أن نجد قلوب رحيمة تساهم معنا في رسم البسمة على وجوه إخواننا من الروهينجا، ولكم الأجر والمثوبة من عند الله سبحانه وتعالى.